ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا شاورما لحمه بطريقه العظمه دي. بصوا كده، بصوا جمال الحلاوه. يلا بينا ندوق. وقبل حاجه اي حاجه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنمسك سندوتش الشاورما كده، هننزل عليه بشويه الطحينه العظمه اللي احنا عاملينها، الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله. واهم حاجه ما تنسوش الكنزه. يلا بينا نشوف الطريقه. هنحتاج ربع كوبايه زيت وليمونتين وعلبه زبادي صغيره ورشة فلفل اسود وملح وكزبرة وكمون وسبع بهارات وتوم بودرة وبصل بودرة ومعلقتين خل كبير، وهننزل عليها باللحمة دلوقتي. هنقلب كويس خالص. وخدوا هنا التركاية بتاعتي، هننزل عليها بمعلقة عسل كبيرة ورشة بابريكا مدخنة، وهنفضل نقلب كده كويس وهنسيبها كده ساعتين كده او نسيبها يوم كامل في التلاجة، تبقى طعمها حلو قوي. دلوقتي هنبدأ نعمل سلطة الطحينة بتاعتنا. هنحتاج طحينة وليمون وحتتين توم. هنبدأ نقطع كويس خالص كده زي ما انتوا شايفين كده، قطع صغيرة هنحطها في الطبق. هننزل دلوقتي بالطحينة وعليها الليمون ومعلقة خل كبيرة، وبعدها الملح وفلفل اسود وبابريكا. وهنفضل نقلب كويس خالص. لما نلاقيها تقيلة معانا هنفضل نخففها بشوية مية لغاية ما هتبقى مظبوطة معانا تمام. بعد ما نخلص كده هننزل عليها برشة بقدونس، هتديها طعم حلو قوي. يلا بينا دلوقتي هنبدأ نعمل الشاورما. هننزل بحتة زيت صغيرة وهننزل بحتة ليا. هنفضل نشوح كده بيها لغاية ما اللي تنزل الدهون بتاعتها كده وهتبقى مدية ريحة حلوة. بعدين ننزل عليها باللحمة. قبل ما تستوي شوية كده هننزل عليها برشة فلفل اسود، وهنقلب شوية، هنسيبها كده نص ساعة على النار لغاية كده ما تستوي زي ما انتوا شايفين. وهننزل عليها بالبصل والطماطم والبقدونس. هنفضل نقلب كويس خالص كده لغاية ما الحاجة تدبل كده. بس كده يلا بينا كده نبدأ نعمل السندوتشات بتاعتنا. نجيب العيش بتاعنا ونغمسه فيها كده عشان ياخد الدهون وياخد العصارة كده ويدي طعم حلو قوي كده للساندوتش. وهننزل عليها بالطحينة. بصوا يا جماعة الجمال والحلاوة. متنسوش يا جماعة لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.